السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم الغرفه، هنضفها تنظيف عميق. هو روتين تشجيع، ان شاء الله تتشجعي كده وتقومي تشوفي اللي وراكي. النهارده الروتين بمشاركه اختي الصغيره. جات النهارده تقعد معايا شويه، فلقيتني بنضف كده، قالت لا خلاص انا هنضف معاكي. قلت لها يا بنتي اقعدي، لا هنضف معاكي. فكانت بتساعدني. آه، دلوقتي انا بنضف الشباك زي ما انتم شايفين كده، بتخلص من كل الاتربه الاول، بعدين اجيب اسبونجة كده وشويه ميه عليها اي مسحوق عندي، وبعدين اغسل بيها الشباك. عايزه اقول لكم ان التنظيف مش لازم تدلقي ميه كتير وتغرقي الدنيا. لا، ممكن بشويه ميه وصابون تنضفي الدنيا كويس قوي. ده ليه؟ عشان انتي اصلا كده كده بتبقى ايديكي في الحاجه. هو مش ارهاق وخلاص يعني. احنا بننظف مش بنتعب نفسنا، لاني انا بشوف الناس بتدلق ميه كتير ورغاوي ومش عارف ايه. كل ده علشان يعني توريك ان هي بترغي وبتنظف. لا خالص، هو مش كده خالص. هو زي ما انت شايفه كده، انا جايبه شويه ميه في طبق ويدوب بالسبونجه واغسل معايا الدنيا على قد ما هي محتاجه. لكن مش بأوفر وكده. لما الدنيا بتبقى محتاجة اوفر ورغاوي كتير وصابون ومش عارف ايه، بعمل كده. لكن لما تبقى كده، انا الشباك اكيد بنضفه على طول يعني وكده. بس انا الفترة اللي فاتت كنت تعبانة ولسه والدة يعني وبتاع، فكنت يعني بنضف على قدي. دلوقتي بقى مسكت الغرفة كلها، نضفتها تنظيفة كويسة قوي. بس وزي ما انتم شايفين كده، انا بغسل شباك كده، وبجيب فوطة مندية والم كل الرغاوي والصابونة اللي على الشباك. بتلم معايا بكل سهولة لاني انا مش مقفورة في الرغاوي كده، فبتتلم معايا بكل سهولة، والشباك بيبقى بيلمع زي ما انتم شايفين كده. يعني نظافة كده بفن. يعني انا لما بحب انضف بحب انضف من غير ما اتعب، وفي نفس الوقت الحاجة تنضف معايا، مش اي كلام يعني. بس كده، وزي ما انتم شايفين معايا فوطة مندية وفوطة ناشفة، بلم الصابون بالفوطة المندية وارجع كده انشف الشباك والمع الازاز، وخلاص كده خلص معايا الشباك. يعني ما خدش معايا دقايق. هي الغرفة كلها ما خدتش معانا وقت بصراحة، لاني زي ما قلت لكم اختي اصرت ان هي تساعدني، وكانت بتساعدني، وكمان كانت بتشيل البيبي شوية. فيعني الموضوع ما خدش وقت كبير. وعايزه اقول لك على حاجه، يعني مش معنى ان انت هتقومي تنظفي وتشوفي اللي وراكي يبقى انت كده خلاص حمل تقيل عليكي وان انت هتقومي تهدي الدنيا وهترهقي نفسك. لا خالص. زي ما انت شايفه كده، ده يعني انت بتنظفي كل اسبوع ولا يعني ايا كان انت بتنظفي كل قد ايه تنظيفه عميقه يعني اقصد. وبقية الأسبوع انتي بتلمعي وتنضفي كده من على الوش، هتبقى الدنيا سهلة جدا معاكي. ولما تيجي تنضفي التنظيفة العميقة مش بتاخد معاكي أي وقت خالص، وكمان مش بتاخد منك مجهود، يعني اللي هو ان انت حاسة ان انت تعبتي وكده. وعايزة اقولكم كمان على حاجة، لما تحبوا تنضفوا البيت كله يعني تنظيفة عميقة، خليها أوضة أوضة، يعني الريسبشن في مرة، المطبخ في مرة، لكن ما تعمليش البيت كله في يوم واحد لأنك هتبقي مرهقة أكيد. لكن لما تقسمي الشغل على نفسك مش هتحسي بيه، وفي نفس الوقت مش هتتعبي. ويا سلام بقى لو حد معاكي زي ما انا اختي كانت معايا النهارده وسهلت عليا الدنيا خالص. خلصنا يعني، مش عايزه اقولك ان خلصنا الغرفه في وقت قليل جدا. وانا عن نفسي يعني انا كنت بقول لها لا لا ما تعمليش معايا ومش عارف ايه، بس لما عملت معايا وخلصنا بسرعه فحسيت ان لا كده افضل. ويعني الحمد لله تمام. انا هنا جبت طبق فيه شويه ميه وحطيت فيه شويه كولاريكس الوان، بس طبعا كولاريكس الالوان دلوقتي من المقاطعه. فاكيد مش هنجيبه، هو ده بصراحة كان عندي فانا بستخدمه، اكيد مش هرميه. خصوصا ان هو بيخلي ريحة المكان اللي انت بتنضفيه حلوة جدا. ممكن تحطي بداله شوية كلور وشوية مسحوق، هيقضي الغرض وهيبقى برضو الريحة حلوة، يعني ريحة اوكسي برضو حلوة جدا. ولما بتحطي شوية على المية برضو بيدي نفس النتيجة، او يعني بتبقى ريحتها حلوة. بس فانا جبت الموب دي بصراحة بتاعت الباركيه، بتبقى حلوة على الحوائط جدا. ودلوقتي بقيت اعمل بيها الحوائط والارضيات عادي جدا، ما عنديش اي مشكلة، لان الجردل المسح
بتاع الحلة بتاعته اللي هي المدورة دي علقت، بقى يتعبني جدا لحد ان شاء الله ما اجيب اللي هو الموبي التركي ده. ان شاء الله اروح النزهة وهصور لكم جولة هناك وانا بجيبه ان شاء الله. هنا هو احنا كده، انا كده بلمع الحوائط، وشيماء بتلمع الكومود والحاجات دي. وانا وقفت جنبها ولمع لها الكوسترات والحاجات دي برضو. بس وانا دلوقتي هي بتلمع الازاز وكده، وانا هلمع الخشب وهي تيجي ايه تساعدني برضو في تلميع الاخشاب. يعني هي تلمع الخشب والعكس، انا لمع الخشب وهي تلمع الازاز عشان هي معاها الجلانس. انا دلوقتي كنت بقول لها انا لمع الخشب وانت لمع الازاز زي ما بقول لكم. بس طبعا رحيم كان يعني لازم يقوم بالواجب معايا، ولازم يلعب كده ويتشقى. ربنا يا رب يحفظه ويحفظ لكم كل اولادكم. هنا زي ما قلت لكم انا بلمع الخشب وهي تيجي تلمع الازاز. بس هي دلوقتي بتفضي الدنيا كده، بحس ان هي وهي بتلمع على طول كده متاخدش اي وقت. عايزه اقول لكم كمان ان الدهان ده بيترش عليه جلانس عادي. لو ما عنديش بليدج، انا كان عندي والله بس كسلت اروح اجيب. بيترش عليه عادي لان ده دوكو فرن، فعادي بيتلمع بالجلانس، مش بيجراله اي حاجه. او ممكن كمان فوطه منديه عادي المتوفر يعني هتشتغلي بيه. بس فانا خلصت كده الخشب وبدات ألمع برضو معاها الازاز وكده، بحيث ان زي ما قلت لكم نخلص بسرعه، واحنا فعلا خلصنا بسرعه. انا عايزه اقول لكم ان انا شايله كل حاجه من الغرفه عشان رحيم وولادي يعني لسه صغيرين وكده. فشايله كل حاجه من الغرفه، مش حاطه اي حاجه على التسريحه ولا على الكومود، مع ان انا جايبه الديكورات وكده والحاجه بتاعتي اللي بحطها على التسريحه برضو شلتها، بحيث ان رحيم بيبوظ كل حاجه. فقلت لا خلاص هشيلها واخلي التسريحة كده فاضية. حسيت والله ان الدنيا رايقة والاوضة رايقة وكله هدوء في هدوء كده، مفيش اي كركبة في الاوضة. زي ما انتم شايفين كده بلم الحاجات بس كده والمع وامسح وكده وخلاص، زي هتبقى الغرفة خلصت. هنا شيماء كانت واقفة على الكرسي لان هي هتمسح المروحة، فانا كنت بغطي الحاجات كده بالملاية اللي انا شلتها، بحيث ان لو في اي حاجة تقع ما تقعش على الحاجات، تقع بس على الملاية وخلاص كده. هي كانت جابت المقشة اللي انا بغسل بيها الارضيات، وحطيت كده شوية مية وشوية كولاركس الوان او شوية كلور، يعني عشان احنا اتفقنا ان الكولاركس دلوقتي مقاطعة فمش هنجيبه. كانت حاطة شوية مسحوق في المية وكده، وبتغسل الارض كده وانا وراها بالمساحة. أه بشد كده المية بالمسحوق بالمساحة، وبعد كده اجيب الموب وانشف الارض وخلاص كده تبقى الدنيا خلصت معانا بكل سهولة، والغرفة مخدتش اي وقت خالص، ممكن نكون خلصناها في اقل من نص ساعة بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. يعني الدنيا بقت زي الفل، وريحة الغرفة كده بقت حلوة جدا، ويعني تدخلي كده تحسي براحة نفسية الحمد لله. والمكان طبعا لما بيبقى نضيف بتحسي براحة نفسية وهدوء. وكمان انا فرشة النهاردة ملاية جديدة هتشوفوها معايا، فالدنيا كانت لطيفة خالص. يلا بقى قومي تشجعي كده، ولو عندك اي حاجة عايز تعمل قومي اعمليها، هتلاقي ان انتي مرتاحة نفسيا والدنيا كده متسهلة معاكي. زي ما انتم شايفين كده شيماء ما رضيتش تخليني اشيل حاجات تقيله تاني، قالت لي لا انت بتستهبلي وكده عشان القيصري. قالت لي لا خلاص انا هشيل انا الحاجات وانت ايه يعني اعملي حاجه تانية.
بس فزي ما انتم شايفين كده، يعني زي ما قلت لكم الاوضه ما خدتش اي وقت خالص، وكمان نضفناها تنظيف عميق، يعني الارضيات وحوائط وتلميع وكله كله كله، وحتى غيرت الملاية زي ما انتم شايفين كده. ويا بنات عايزه اقول لكم كفر المرتبه ده عملي جدا وبيحمي المرتبه من اي حاجه تقع. يعني انا ابني لسه موقع العصير على الكفر ده، غسلته وحطيته والمرتبه متأثرتش باي حاجه والحمد لله، يعني عدت على خير. قصدي اقول لكم يعني ان لو انتوا لسه ما جبتوش هاتوه، هيعجبكم جدا. شايفين الملاية الكيوت القمر دي يعني، بس للاسف طلعت مش استك. انا كنت حابه ان هي تكون استك بحيث ان هي تمسك المرتبه، بس يلا الحمد لله هي برضو حلوه وشكلها لايق مع الاوضه قوي يعني. بس فبدات افرشها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وخلاص كده يعني. الكوشنات دي برضو حلوة جدا، بتدي كده شياكة وفخامة كده على السرير يعني. انا الفترة الجاية ان شاء الله هجيب شوية ديكورات وشوية حاجات كده ناقصة في الأوضة عندي، بس مش ديكورات اللي بتتحط كده على الكومود والحاجات دي، لان زي ما قلت لكم ولادي بيكسروا كل حاجة. انا هجيب مثلا الطابلوات اللي بتبقى على فوق السرير وكمان عايزة في الريسبشن اجيب شوية حاجات برضو كده اجدد بيها الديكور يعني وكده. فان شاء الله لما اروح العتبة ان شاء الله هاخدكم معايا جولة واوريكم انا اشتريت ايه. وبس كده خلاص. هي بصوا شايفين الغرفة بقت هادية ازاي ونضيفة وجميلة ازاي، بجد راحة نفسية رهيبة لما تبقي كده مخلصة كل اللي وراكي وحاسة كده ان انتي نفسيا مرتاحة، ده بيبقى احسن كتير. عملت الغرفة كلها ومسحت الخشب كله والازاز والارض والحيطان وكل ده معاكم زي ما انتوا شفتوا كده. وخلاص هنقفل كده انا كده ده طفيت النور، فجيت اولع الورم لقيت ان النور عالي وكده، قفلت الاتنين وخلاص كده. هو ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسيش تعملي لايك واكتبي لي كومنت حلو زيك. مع السلامه، باي باي.